السلام عليكم الأول. طبعا النهاردة احنا عرفنا إن القرعة جابت النادي الأهلي والرجاء المغربي. أنا امبارح كنت عامل فيديو قلت إن احنا أقوى حد في التلاتة بين الرجاء والترجي والوداد المغربي هي الرجاء. بس الأهلي مفيش حد إن شاء الله هيبقى في الدور التاني يبقى يعني تقيل عليه، رغم إن الرجاء عاملة موسم محترم وعاملة بطولة محترمة، الأول في مجموعته وكسبان تقريبا كل الماتشات بتاعته. أقوى دفاع وأقوى هجوم وفريق محترم. النادي الأهلي لازم يركز من دلوقتي للمباراة دي، المباراة اللي هنا قبل اللي بره. لازم تحسم الماتش من مصر. لو حسمته إن شاء الله من مصر، الأهلي إن شاء الله يعرف يعدي، عشان احنا ضغط الجمهور بره المغربي انتوا عارفين زي مباراة الوداد كده يعني. هو الجمهور بيبقى 90% من الفرقة عامة. وانا ان شاء الله اكيد يعني احنا بنتمنى الاهلي ان شاء الله يعدي وان شاء الله يوصل للنهائي وياخد البطولة كمان. دي اول نقطة اتكلمت فيها، ان شاء الله الاهلي يكون فرقة مكتملة ومفيش عندنا مصابين، وباذن الله نلعب بالتيم بتاعنا الاساسي. رجعنا تاني فضل موسى. هو انتوا عايزين ايه؟ الشعب السوداني ده انت عايز ايه؟ ما خلصنا خلاص، صفحتكم اتقفلت. خلاص انسوا النادي الاهلي. ركزوا بقى، ركزوا مع الزمالك اللي هو مخليكوا في القصة دي، مع رئيس الزمالك اللي استضافكوا ومفروض في كرامة لحق مصر. اللي حصل معانا في فضل موسى ده، انت خلاص ظهرت قبل المباراة بتاعت الاهلي وقعدت تتكلم وبيانات من رئيس نادي الهلال وخلصنا. ايه طلع تتكلم النهارده؟ ايه يا ابو خمسة؟ ايه خفة الدم اللي انت فيها دي؟ خلاص قفلنا القصة، انت بتتكلم كتير ليه في الموضوع؟ خلاص انسانا، انسى النادي الاهلي، انسى. انت النادي الاهلي يا ابني صيد افريقيا، هو انت مش مقتنع ليه كده يا حبيبي؟ انت فاكر نفسك واقع مع فرقة بتكسب كلكم عشان الشو والترند، عشان الشو والترند. خلاص خلوكوا بس النادي الاهلي خليه طول العمر كله حريقكم. الحمد لله احنا بنشجع الاهلي دي من واحنا عيال صغيرين. الحمد لله ربنا طلعنا بنشجع الاهلي، احنا بنحب الكيان ده عشان فيه احترام ومبادئ كل حاجه. مش كل شويه يظهر لنا خازوق وخلاص. يا فضل موسى انت ولا فضل انت ولا اسمك ايه؟ كن بقى وتركن، تحط بقى في اي برواز ولا اي باترين اقعد فيها. انسى نفسك بقى. طلعت فتره وضحكنا معاك شويه، قلنا انت فكاهي بتضحكنا. خلاص فكك، خلاص اقفل. طلعت من النادي الاهلي وبترجع تتكلم بيقولك ايه؟ من 2007 كسبونا ثلاثة. يا عم انسى. انا بنرجع شيت الذكريات، هتلاقي نفسك اخرك كسبتنا ماتش ماتشين في تاريخك كله. النادي الاهلي ده يا ابني قيمة، وجمهور النادي الاهلي ده سيدة. احنا عندنا مبادئ وكرامة. وانت فاكر نفسك واقع مع فرقة بتكسب كل ماتش او بتظهر في كل بطولة ان هي فرقة جامدة؟ الاهلي موجود على المنصة كل سنة. انت تاريخك ايه وانا تاريخي ايه؟ منزل بيان اني خلاص احنا بنشجع، احنا بنشجع الرجاء المغربي. يا عم شجع الرجاء المغربي على راسنا. اطلع انت منها يا ابني، انت طلعت من البطولة خلاص. اتفرج بقى على اسيادك وهي بتلعب. انسوا الاهلي. انا مش عارف يعني، انا راينها من رئيس اللي في مصر، رئيس الزمالك اللي هو مرتضى منصور ده، اللي زيه اصلا المفروض اصلا يستقيل هو وعياله اللي خاربين النادي. ضد النادي الاهلي في اي حاجه، اي فرقه تلعب الاهلي وتكره الاهلي يبقى ضدهم، يبقى بيأيدهم ومعاهم. مريض. تيجي لما نتكلم يقول لك عاملين احتقان وعاملين اعداء. واحد زي ده امال عامل ايه؟ ما عامل عداوه اهو وعامل فتنه. والناس اللي بتطلع بتتضامن مع الهلال، وانتم مش مصريين؟ مش مستوعبين؟ مش عارف النادي الاهلي عامل لهم ايه. انا نفسي اعرف النادي الاهلي عامل لكم ايه. ان شاء الله احنا عندنا مباراه مهمه، وان شاء الله احنا الدوري اصلا خدناه، وعندنا ماتش نهائي الكاس مع بيراميدز يوم 10 باذن الله، نعمل نتيجه ايجابيه. وان شاء الله ماتش الرجاء نستعد له، وان شاء الله انا واثق في لعيبتنا وفي كولر وجمهور النادي الاهلي واثق اصلا في المباراه دي انها هنعمل مباراه محترمه، ان احنا عندنا لعيبه محترمه، ان هم بيظهروا في وقت الشده بس. ونرجع بقى ايه اللي بيتكلموا بره دول اصلا عايزين يطلعونا من اللي احنا فيه. ان شاء الله خير، والنادي الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا. يلا كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم. تالتة شمال. اهلي. 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 تالتة شمال. هنكسب ان شاء الله. الاهلي حريقكم. تالتة شمال. اهلي. اهلي. طلع لسانك للي بيتحرق من الاهلي. طلع لسانك.